صباح الفل. كلام يهمك برضو مع هشام أنس. كل ما اجي اتكلم في حاجه الجماعه اللي قاعدين قدامي دول يقولوا لي طب ما تتكلم في كذا، فبقول لهم طب اتكلم في ايه؟ قالوا لي اتكلم في التربيه. ماشي، التربيه واحده من اكبر الحاجات اللي هي في عدم فهم بجد ليها في مجتمعاتنا. هل التربيه ادب ولا ايه؟ طب هل التربيه اتجاه معين؟ يقول لك اقول له سلم على انكل. هل انكل تربيه؟ مش عارف. هل التربيه فقط في التعاملات ولا التربيه ديت في التعاملات وتربيه في اجتماعيه وتربيه دينيه وتربيه سياسيه وتربيه اقتصاديه؟ وازاي يتعامل الواحد باحترام مع الحاجه، مع الشوز، مع اللبس، مع الموبايل؟ ازاي يكون عنده تعامل بتاعه يعمله في كل اطار من اطر الحياه بشكل متربي فيه. يعني مش الادب بس، التربيه ليست ادب فقط. وياما ناس مؤدبين ودوا أسرهم في 60,000 سلامة، وياما ناس مش مؤدبين بس بياخدوا مجتمعاتهم في اتجاه تاني خالص. يبقى التربية دي حاجات كتيرة جدا 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 جدا. يمكن أنا دايما بقول في المعالم المطاعم بقول له respect the equipment، يعني احترم المعدة، احترم الحاجة، احترم. انتوا متخيلين لما يكون الواحد ماشي في شارع ويعمل كده ويرمي من عربيه ويبقى راكب عربيه زي الفل ويرمي؟ هو مش متربي، ام سوري، هو ناقص تربيه في حاجه معينه. ان احنا نقول ايه ده ناقص تربيه، بنقولها بس على الادب. الموضوع كبير جدا ومهم جدا، وانا بعتقد ان احنا كلنا محتاجين نبص لنفسنا في مرايه ونشوف الحاجات اللي ناقصانا ونربي نفسنا فيها. انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. التربيه مش انك انت ترضى عن نفسك، ليس من التربيه الرضا عن النفس. في ناس كتيره قوي شاطره جدا بس راضيه عن نفسها. كارثه، كارثه. ولذلك كان في راجل حكيم كان بيقول لك اي علم لعالم يرضى عن نفسه. اللي بيرضى عن نفسه ده بترضى عن نفسه ليه؟ انا مش عارف. يعني مثلا حتى عن نفسي انا في شغلي، انا واثق جدا 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 جدا، ممكن يكون عندي ثقه جامده جدا جدا في اللي بعمله، بس مش غرور. لازم يكون عندي ثقه في نفسي، بس مش معنى ومن الثقه في النفس انك انت لازم تكون عارف انك انت نفسك دي ليها ليميت. يعني ما تقولش ده انا وصلت، مفيش حاجه اسمها وصلت. ما تقولش انا نجحت، مفيش حاجه اسمها نجاح. نجاح ايه؟ مفيش حاجه. النجاح ده حاجه في اعلى منها على طول، كل شويه في حاجه اعلى من حاجه، في حاجه اعلى من حاجه. وبالتالي من التربيه انك انت تبص في نفسك على طول وتدور على اللي فيها. ولذلك في شعر يقول أدب النفس، أدب النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أدب نفسك. وبعدين يجي يقول لك ألا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام وزدنا كيما يصح به وأنت سقيم. وبعدين يجي بردك في من ضمن التربية مثلا واحد راح اشتكى لمين؟ لسيدنا عمر بن عبد العزيز، فبيقول له ان الشيوخ على المنابر بيوعظونا بحاجات ما بيعملوش بيها. فقال له لو ان كل امرئ لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يلزم بذلك نفسه لما كان هناك امر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. وبالتالي خد النصيحة من اي حد، اعرفها، خد القيمة. طيب برضو كان الخليل بن احمد قال حاجه في الاطار ده، يقول لك ايه؟ اعمل بعلمي، اعمل بعلمي ولا تنظر الى عملي، ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري. يعني مثلا لما تشوف واحد هو بايظ ضايع بس بيقول لك حاجه نصيحه، خد منه، خد، استقطب وأدب نفسك وربي نفسك وخليك في حراك دايما مع نفسك. حاسب نفسك، حاسب نفسك، وخليك رقيب على نفسك ودور على الحاجات السلبيه ارميها والحاجات الايجابيه خدها. فالتربيه حاجه مش ادب فقط،
التربية موضوع كبير جدا احنا محتاجينه في الشارع، في الشغل، في المطاعم، في التصوير، في الكلام، في الموبايل، في غيره. استهلاكك لوقتك اللي شغال ده على طول، تصحى من النوم ما انتش راضي، ما انتش قادر لا تصلي ولا تدخل ولا تعمل حاجة، عشان عمال داخل ياخدك من فيديو الفيديو 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 الفيديو. استهلاك للعمر. لو احنا اتربينا كويس قوي هنعرف ان احنا الموبايل ده ما ياخدنيش. انت حاجة غريبة جدا، تلاقي مثلا واحد انت مواعد واحد عشان تقابله، مواعد حد عشان تقابله، او واحده مواعده صاحبتها عشان تقابلها، هم قاعدين مع بعض عمالين يوعدوا بعض، وبعدين هم قاعدين قعدة سعاد مع مش عارف مي، ولا محمد مع هشام، والاتنين قاعدين مع هشام عمال يكلم في سيد، ومحمد عمال يكلم في حسنين. يخرب بيك كده. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن تكون انت بتدور على واحد واول ما تقعد معاه تدور على واحد تاني. دي عايزه اعاده صياغه. نعمل ازاي نربي نفسنا، وبصرف النظر عن يخرب بيك كده، فهو بالفعل يخرب بيك كده. شكرا، سلام.